يعني ما ينفعش ابدا تيجي تقول انا هبدا في حفظ القران الكريم فتقوم تمسك المصحف وتقرا لوحدك وتقول انا هحفظ لوحدي. فاحنا عندنا حفظ القرآن الكريم يعتمد على 5 أشياء: حفظ بالودان بالسمع، يعني حفظ باللسان، وحفظ بالعين، وحفظ بالعقل، وأخيرا حفظ بالقلب. الحفظ بالسمع يعني ما ينفعش أبدا تيجي تقول أنا هبدأ في حفظ القرآن الكريم فتقوم تمسك المصحف وتقرأ لوحدك وتقول أنا هحفظ لوحدي. ده طبعا ما ينفعش. القرآن الكريم يحفظ بالتلقي، يعني زي ما بيتقري نحفظه، لأن في كلمات كتير جدا في القرآن الكريم بتقرأ بشكل وبتتكتب بشكل تاني، وفي كلمات بتتكتب بنفس الشكل لكن تقرأ بطريقتين مختلفتين. زي مثلا ألف لام ميم، مرة تقرأها ألف لام ميم زي سورة البقرة وآل عمران، ومرة تانية تقرأها ألم نشرح لك صدرك، والاتنين ألف ولام وميم. طيب نعرف منين إن هنا نقراها ألف لام ميم وهنا نقراها ألم نشرح لك صدرك؟ فهنا تيجي مهمة الخطوة الأولى، إن أنت تقعد تستمع للقرآن الكريم، تشغل القرآن الكريم معاك في أي وقت في يومك، على التلفزيون، على التليفون، على الراديو، أو لو هتجيب سماعة صغيرة كده تحط عليها فلاشة وتفضل مشغل عليها القرآن وتسمع القرآن الكريم بصوت الشيخ اللي أنت تحبه وترتاح له، وتفضل تسمع وتكرر وراه وتقول بالظبط زي ما هو بيقول، لا تزود ولا تنقص. والميزة هنا كمان إنك هتحفظ القرآن الكريم بأحكام التجويد ومن غير ما تقرأ سطر واحد في قواعد التجويد. طيب أسمع مين من المشايخ؟ المشايخ القدام ولا القراء الجداد؟ لو هتسألني فأنا هنصحك نصيحة: خليك مع مدرسة القراء المصرية. احنا الحمد لله عندنا في مصر مخرجين أساطير في قراءة القرآن الكريم: الحصري والمنشاوي وعبد الباسط ومحمد رفعت والطبلاوي وغيرهم كتير. ولو هتيجي تسألني عن رأيي أنا الشخصي، أنا بحب جدا الشيخ الحصري وبرتاح لسماعه جدا، ما شاء الله عليه مسطرة في أحكام التجويد. متهيألي محدش يقدر يطلع عليه غلطة واحدة بس في أحكام التجويد، أو في مخارج الحروف، ولا في المدود، ولا في الإدغام، ولا في الإقلاب، ولا في الغنن. حاجة مش طبيعية سبحان الله. لكن ده طبعا ما يقللش من المشايخ التانيين، كل واحد ورأيه، واللي أنت ترتاح فيه اسمع له. الموضوع كله راحة نفسية مش أكتر.